كبيره. ثانك يو سو ماتش. ولكن انا كشابه حابه اسال دكتور يحيى، ليه المهرجان ده؟ ايه اللي بيميز المهرجان ده عن غيره؟ وايه اللي تحب تشوفه في دوراته اللي جايه ان شاء الله؟ هو زي ما قلت حتى في الافتتاح ان اهم حاجه في المهرجان ده انه مش محترفين، الجاليه المصريه هي اللي عامله، فطلع من القلب باحساس فطري بسيط، ما هوش لكزوريوس ولا بتاع ولا في المنظره قد ما هو في الاحساس الصادق، ودي اهم حاجه في الموضوع على فكره. لان ممكن يبقى المهرجانات ممكن تبقى براقه جدا لكن فاضيه من جواها، لكن هنا مجرد لقائي معاكم كده ده اعلى حاجه. وانا عايز اقول برضه مش اتبسطتوا يعني قعدت شفتوا الافلام يعني انتوا لما شفتوا النهارده الافلام القصيره من مصر او من العالم العربي، مش حسيتوا ان ده بيربطكم اكتر بمصر؟ يعني حته الانتماء لبلدنا، وبنشوف بقى حياتها. ما هو السينما هي الواقع، بنقول مرآة للواقع، فانتوا بتشوفوا حياه مصر. يعني لو بعدتوا وما بقيتوش حتى تسمعوا الاخبار او تعرفوا ايه اللي بيحصل من خلال السينما او من خلال الدراما، انت هتقدري تبقي عايشه مع مصر لحظه بلحظه. وبعدين احنا عايزين نربطكم ببلادكم، وعايزين الاجيال الجديده ما تنساش اللغه العربيه. شكرا. اتفضل. مساء الخير. انا سؤالي موجه لدكتور يحيى ومدام الهام. طبعا انا اسمي اندرو من اللجنه التنظيميه للمهرجان، وتشرفنا بيكم طبعا عندنا هنا ونورتونا. سؤالي لحضراتكم، يعني عشان انتوا كنتوا من جيل العظماء في الدراما، واحنا جيلنا كان بيشهد الفتره اللي هي فيها الدراما التلفزيونيه، اللي هي مسلسل الساعه 7 في رمضان بيبقى مسلسل او اتنين بنلتف كلنا حواليه، وحتى بعد نهايه الحلقه الاولى او الثانيه والثالثه بنحاول نناقش مع بعض بعد المسلسل. بيبقى حتى على القهاوي بعد كده في مسلسلات زي مسلسلات حضراتكم نصف ربيع الاخر، الشوارع كانت بتفضى بس عشان نشوف بس الحلقه الاخيره واللي قبل الاخيره. ايه الفرق بين الدراما في الوقت ده والدراما حاليا؟ ودلوقتي طبعا في تعدد وفي مسلسلات كتير وغزاره في الانتاج، وخصوصا في الفتره بتاعت طبعا شهر رمضان الكريم. وهل ده فعلا بيدي يعني حاجه ايجابيه للدراما ولا ده بيضعفها زي ما كان قبل كده؟ شكرا. وانا شايف الحاجه اللي تضعف بس ان الدراما تقف او الناس ما تبقاش مقبله عليها، لكن دايما لما بيبقى في رواج هتلاقي الغث كتير جدا والكويس قليل بس موجود. ودايما طبيعه الاشياء مش ممكن يبقى الكويس نسبته اكبر في اي حاجه، في اي منتج، مش بس فني. لكن فعلا الزمن بيختلف من ده لده. يعني زمان لما حضرتك كنت بتشوف القناه الاولى والثانيه بس وبتحدد، ده له ميزه وله عيب برضه، غير الفرايتي اللي بيبقى موجود وانت اختار براحتك. لكن في اعمال كويسه وبتتعمل. يعني انا متفائل مش متشائم. يعني يا ريت انكم تعملوا اشتراك، وهو اشتراك بيبقى بسيط قوي، حاجه صغيره في الشهر، مش عارفه $10 باين، تبقوا مشتركين في شاهد وفي واتشت. ده بقى انت بقى مش هيفوتك ميعاد المسلسل فما تشوفوش او حد يحكي لك الحلقه، لا انت هتروح ساعات تشوف المسلسل كله في قعده. عندك النهارده اجازه فانا هشوف الحلقات كلها ورا بعض. وفي ناس كتير، يعني انا المسلسل بتاع رمضان اللي انا عملته انا سمعتها من ناس كتيره جدا، كان اسمه بطلوع الروح، قالوا احنا ما شفناهوش في وقته، لكن استنينا لما الحلقات كلها اتجمعت و15 حلقه وقعدوا عليها قعده، 15 حلقه 7 ساعات، فتقعدهم على بعض وكانه فيلم
طويل شويه، بدل ما تقعد تشوف بالاعلانات وبعدين الميعاد بتاع المسلسل ممكن يبقى عندك شغل تبقى مش فاضي فتفوتك الحلقه فما تعرفش تكمل اللي بعدها لان فاتك احداث. فاعتقد ان التكنولوجيا الحديثه والمنصات الجديده اللي اتعملت ده لصالح الجمهور، والناس بقت تقدر تشوف، وفي فرايتي بقى كتير تختار النجم اللي انت بتحبه، الموضوع اللي انت سمعت عنه ان الموضوع ده يعجبك او يهمك. انا بشوف الوضع طبعا دلوقتي احسن كتير، بتدوس على زرار بيجي لك كل حاجه وانت قاعد في الميعاد اللي يعجبك. عندك النهارده عايز تسهر تقعد على التلفزيون، او عندك اجازه يوم او اتنين عايز تقعد تتفرج، فدلوقتي الدنيا بقت اسهل بكتير. في سؤال للدكتور يحيى الفخراني عن دور حضرتك في فيلم مبروك وبابا.